أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم بسرعة كده عن آخر التطورات في مشروع ملعب طنجة الكبير. معانا شوية ملاحظات ومعلومات جديدة وعايزين نفصصها سوا ونشوف إيه أهم التغييرات اللي بتحصل في الملعب ده قدامنا. يلا بينا؟ أهلا بيك، وأكيد المشروع ده فعلا ضخم. يعني الشغل اللي بيحصل فيه دقيق جدا وفيه تحديات هندسية مش سهلة، خصوصا في المرحلة دي اللي فيها تغييرات هيكلية كبيرة. فعلا. وأكتر حاجة كده ملفتة مؤخرا هي حلقة السقف الضخمة دي اللي اتركبت، اللي هي زي الإطار الدائري اللي فوق ده. المصادر بتقول إن تركيبها ده كان شغلانة لوحدها. استخدموا أوناش عملاقة وفرق فنية متخصصة قوي. التثبيت كان لازم يبقى دقيق جدا. دي خطوة أساسية في المشروع كله، مش كده؟ بالظبط بالظبط. والنقطة المهمة هنا إن الحلقة دي مش شكل وخلاص، لا دي الأساس. يعني هي اللي هتشيل الهيكل بتاع السقف كله بعدين عشان يغطي المدرجات كلها. هي دي اللي بتدي الملعب الشكل المعماري المميز بتاعه. الخطوة الجاية بقى حسب التفاصيل الفنية هي تركيب عمدان زيادة. عمدان زيادة؟ ليه؟ العمدان دي عشان توسع السقف ده وتثبته أكتر وتربطه بالحلقة اللي لسه راكبة دي. الموضوع يعني مدروس كويس قوي. تمام. طيب ده بالنسبة للهيكل فوق. لو نزلنا بقى للمدرجات نفسها، في جديد؟ طبعا بدأوا فعلا يركبوا الكراسي الجديدة. بجد؟ وشكلها إيه؟ شكلها حديث كده، وبيقولوا اختاروا الألوان بعناية قوي عشان تبقى ماشية مع هوية الملعب. واللي باين في الصور إن التركيب منظم جدا، شغالين جزء جزء. في المدرجات شكلها فعلا بيتغير كل يوم. حلو قوي. هل المصادر قالت نوعية الكراسي أو هتاخد وقت قد إيه؟ لا، المصادر مركزة أكتر على الشكل والتصميم وإن التركيب ماشي في ميعاده. بس الأهم من الكرسي نفسه هو الإحساس العام اللي هيتغير للمشجع، يعني الراحة والشكل الجديد للمدرجات. بالنسبة بقى لأرضية الملعب، دي حكاية تانية خالص. دخلت مرحلة تجهيز دقيقة جدا. أرضية الملعب دي أهم حاجة تقريبا. إيه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ بص، الموضوع ده يعني لازم الأساس بتاعه يبقى مثالي. الأول بيسووا الأرضية تسوية تامة، بعدين بيحطوا شبكات الري والصرف الحديثة، وبعد كده طبقات فوق بعض، حصى معالج، وبعدين رمل مخصوص بمواصفات دقيقة ياه، شغل دقيق فعلا. جدا. الهدف في الآخر إن أرضية الملعب دي تكون بمواصفات عالمية زي الملاعب الكبيرة اللي بنشوفها. وفي نفس الوقت الواجهة الخارجية للملعب برضو بتتغير بسرعة، صح؟ شغل التغليف ده ملاحظ قوي. مظبوط، على الواجهة الخارجية ماشي بوتيرة كويسة جدا. هو ده اللي هيدي الملعب شكله النهائي، اللي هو الشكل العصري الأنيق ده. وغير الشكل طبعا، التغليف ده مهم كمان للعزل الحراري والصوتي، وبيحسن الإضاءة والتهوية جوه. يعني شكله ووظيفة مع بعض. يعني الصورة بتبتدي توضحه. إيه أهم الخطوات الكبيرة اللي جاية المفروض نتابعها؟ أهم حاجة جاية قريب هي تركيب العمدان الإضافية اللي كنا بنتكلم عليها. العمدان دي مهمة عشان تدعم توسيعة سقف بالعرض. عشان يتوصلوا بالحلقة اللي فوق. بالظبط، هيتوصلوا بالحلقة الكبيرة اللي اتركبت خلاص، وكده السقف يبقى كامل ومغطي كل المدرجات. وده طبعا عشان راحة الجمهور وحمايتهم من العوامل الجوية. يعني لو حبينا نلخص أهم التطورات دلوقتي، في نقلة كبيرة في الهيكل بالسقف الجديد ده، وشكل داخلي بيتجدد خالص بالكراسي، وأرضية بتتجهز بأعلى مستوى، وواجهة خارجية بتتشكل. التصميم فعلا بيجمع بين الجمال والوظيفة العملية للملعب. وده يخلينا نفكر، تجربة المشجع نفسها هتتغير ازاي بكل ده؟ طيب، والخلاصة من كل الشغل ده إيه؟ معناه إننا بنشوف قدام عينينا صرح رياضي بمعنى الكلمة بيتبني. هيكون جاهز يستضيف أكبر المنافسات والبطولات. المشروع ده بيدي إحساس كده بالتطوير والطموح، وهيخلي الملعب ده علامة مميزة لطنجة وللشمال المغرب كله. ونختم بقى بنقطة أخيرة كده نفكر فيها. الملعب ده بشكله الجديد وإمكانياته العالية دي، هل تأثيره هيكون رياضي وبس؟ ولا ممكن كمان يغير في شكل وهوية مدينة طنجة نفسها؟ وممكن يبقى محفز لتطوير عمراني أكبر في المنطقة اللي حواليه؟ الأكيد إن الشغل لسه مستمر، وكل يوم بنشوف مشهد جديد في الورشة الكبيرة دي.